قناة. فيديو النهاردة هتكلم معاكم عن ازاي تلعب رياضة بقليل التكاليف. انت لو حسبتها مع نفسك هتلاقي ان انت عشان تروح جيم هتدفع تقريبا في حدود 200 جنيه اشتراك، ولو هتشوف مدرب مثلا يدربك، المدرب ده هياخده 300 جنيه هو رخر، يعني 500 جنيه في الشهر. احسب بقى 500 جنيه في الشهر، احسب 500 جنيه دول في السنة هيعملوا لك تقريبا 6000 جنيه. انت مش هتروح الجيم ده مرة واحدة وخلاص، لا انت هتواظب عليه على طول. يعني اضرب بقى 6000 جنيه في 5 سنين او 10 سنين هيعملوا لك في حدود 60000 جنيه. انت بدل ما تدفع الفلوس دي كلها انت ممكن توفر في الحكاية دي لو انت جبت المعدات بنفسها. يعني انت لو جبت مثلا الدمبل بيعمل له في حدود 600 جنيه، والباربل يعمل له تقريبا في حدود 300 جنيه 400 جنيه، ومجموعة أوزان بنش. الحاجات دي كلها تعملها تقريبا في حدود 3000 جنيه 4000 جنيه، أرخص بكتير من 60000 جنيه. لو كمان انت لو جبت الحاجات دي مش هتصرف فلوس تاني، يعني انت هتدفع 4000 جنيه، الحاجات دي هتقعد معاك طول عمرك. يعني بس لو هتروح الجيم انت كل شهر هتدفع 6000 جنيه 500 جنيه 500 جنيه هيعملوا 6000 جنيه، و6000 جنيه هيعملوا 60000 جنيه. لا ومش بس كده، انت مثلا ممكن اول سنه تدفع 6000 جنيه بس سنه بعدها الراجل يقول لك مثلا الدنيا غليت، 200 جنيه اللي كنت بتدفعهم اشتراك الجيم خليهم 300 جنيه، وال 300 جنيه انت كنت بتدفعهم عشان هو يدربك يخليه مثلا 400 جنيه او 500 جنيه، يعني بقيت تدفع 800 جنيه بدل ما كنت بتدفع 500 جنيه. احسب بقى 800 جنيه في الشهر، في السنة هيعملوا تقريبا 80000 أو مش عارف 8000 جنيه في السنة في 15 سنين، تلاقي نفسك بتدفع فوق 100000 جنيه. طب وليه أنا أدفع 3000 جنيه أو 3000 جنيه أو 4000 جنيه حتى 500 جنيه في حاجة اسمها مالتي جيم؟ دي ممكن في حدود 5000 جنيه 6000 جنيه، وهتقعد معاك على طول، مش هتدفع فلوس تاني. أرخص من أنت تدفع 100000 جنيه أو أنت مش عارف إن أنت تدفع 500 جنيه، وال 500 جنيه دول أو 800 جنيه في حدود 5 سنين أو 10 سنين يتضاعفوا ويبقى له 100000 جنيه أو 150000 جنيه. وكمان أسهل لك، أنت ممكن تكسل أنت تروح الجيم، بس لما يكون المعدات عندك في البيت هيكون أسهل، مش هتكسل أنت تروح الجيم، أنت هيكون أسهل ليك إن أنت تلعب الجيم. وده كان فيديو النهاردة، وشكرا لكم للمشاهدة، وأتمنى تكونوا استفدتوا حاجة. مع السلامة.